نفسي اعرف انتوا لحد دلوقتي بتشتروا ازاي، وهو بطريقته بسيطة جدا وسهلة ومتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان بينزل من كيس الحلواني ولا اسهل من كده. تعالوا هندخل على مقاديره، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تحطي اللايك وما تبخليش على رسول الله بالصلاة عليه. عندي هنا 200 جرام من السكر وكيلو من الدقيق نزلت عليها برشة ملح، وكمان عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وذرة فانيليا وكيس بيكنج باودر، وكمان 750 جرام من السمنة. انا هنا مضاعفة المقدار لو تلاحظوا، يعني انا قلت لكم مقدار كيلو واحد من الدقيق، بس انا في الفيديو عملت مقدارين. نزلت بالكيلو ونص من الزبدة او خليط ما بين السمنة والزبدة في العجان، وكمان هنزل عليها ب400 جرام من السكر بما اني انا مضاعفة المقدار. وان شاء الله اسيب لكم المقدار مظبوط جدا جدا بالميزان، لان البسكوتات بالميزان ما ينفعش بالكوبايه نهائي. هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بعد ما ضربت السكر مع السمنه او مع خليط الزبده والسمنه وابتدى يعمل فوم عالي كده ولونه يفتح ويعلى، لقيته كده خلاص كده ظبط معايا. هنزل بالاربع بيضات بيضه بيضه لحد ما تختفي، وهنزل باللي بعدها. وبعد ما طبعا عدت الخطوة دي على خير وابتدى الخليط معايا يعلى وينفش كده ولونه يفتح ويتضاعف حجمه، نزلت بكمية الدقيق ونص كيس بيكنج باودر على ال2 كيلو من الدقيق. وكمان منسيتش رشة الملح، طبعا حطيتها في الاول. يا دوب الخليط كده ابتدى ياخد ويدي مع بعضه، هبتدي اطلع نصه علشان اشتغل فيه، وهسيب النص التاني في العجان بتاعي. طبعا دول البلبلات اللي ممكن تعملي بيهم البيتي فور بمنتهى السهولة. منهم اللي على الشمال ده ممكن تستخدميه في الاكلير، وده طبعا احلى شكل بيستخدموه في البيتي فور، الشكل اللي هوريهولك دلوقتي بصينية مش ممسوحة اي حاجة، نظيفة جدا ومش محطوط فيها لا رشة سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. ابتديت املى كيس الحلواني واحط البلبلة دي اللي يعتبر استخدمتها. دي طبعا ليها مقاسات كتيرة كتيرة، لو حابة تعمليها اصغر من كده هتختاري اصغر مقاس في البلبلة. مثلا قوليله بلبلة البيتي فور وهيطلعلك ده اروق شكل فيهم. ده بصراحة بيدي شكل المحلات بالظبط بالظبط، ومش بيختلف ولا كأني حرفيا جايبة البيتي فور من بره. طبعا ابتديت اشتغل فيه. البيتي فور بتشتغلوا فيه على طول، ما بتركنهوش عشان بيكتل كده، ولو كتل معاكوا هقولكوا الحل. ابتديت احط طبعا في الصينية بنفس الشكل وبنفس الحجم علشان تراعي ان انتي هتلزقيه. دخلته على طول على فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 160 او 180، ما يبقاش عالي قوي، وحتى لو عالي تلاحظيه وتخلي الصاج بتاعك مرفوع لفوق او الشبكة بتاعتك مرفوعة لفوق. بصراحة هو اول صاج فرش مني حاجة بسيطة، بس لو ما كانش فرش انا كنت حسيت ان البيتي فور بتاعي كاتم او يعني مش دايب. دي اكتر علامة تدل ان البيتي فور بتاعك دايب. لو حابة بقى طبعا انا حطيته درجة حرارة كانت واطية شوية، ما اخدش الدرجة المناسبة، وكمان كانت الفرن يعني ما كانتش لسه سخنت قوي. ابتديت طبعا في الخليط اللي بعده طلعت بقية كمية العجين وحطيت عليها معلقتين من الكاكاو، على ما طبعا خلصت الكمية الاولانية اللي بالفانيليا ودخلتها الفرن. بعد ما حطيت عليها معلقتين من الكاكاو عذرا، حطيت عليها معلقة من السمنة علشان خاطر تعادل كمية يعتبر المواد الجافة بالمواد السايلة، وما يطلعش معايا تخين او مكتل او حتى مكتوم. وزي ما انتوا شايفين ما تعجنيش خالص، تحاولي كده بطروف ايديكي او ببطن ايديكي تبسي، بس ما تعجنيش في عجينة البيتي فور نهائي. وابتديت اشكلها بنفس البلبلة اللي شفتوها بتاعة البيتي فور. طبعا زي ما انت شايفة بصراحة كان شكله تحفة قوي، وكمان كان مظبوط عن الفانيليا اللي عملته بالفانيليا. ودخلته على طول على الفرن وطالع بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده منتهى الشياكة منتهى الأناقة، طعم تحفة محافظ على رسمته وشكله ولا كأن فيه تغيير. ده طبعا بعد ما كانت الفرنة متسخنة قوي، فدخلته بنفس الطريقة وطالع اللي بالفانيليا كمان طالع مظبوط ومحافظ اكتر على رسمته ومش فارش معايا. بعد طبعا ما عرفت المشكلة اللي عندي وعالجتها، دخلته اول صاج كان
شويه الفرن مش سخن وكمان كانت واطيه قوي ففرش شويه معايا. خلصته كده وابتديت ركنته كده على جنب وهبتدي بقى في التزويق. عندي هنا نص كيلو من الشوكولاته السودا وكمان الوايت شوكليت يعني الشوكولاته البيضاء. ابتديت اكسرها كده عشان تظبط معايا في الميكروويف ما تكتلش وما تخرصش معايا. حطيت عليها معلقتين من الزيت ودخلتهم في الميكروويف وابتديت هنا اجهز البيتي فور بتاعي. طبعا معلش عذرا النور هنا كان قطع فاضطريت ان انا اصور على الوضع ده. المهم ان المعلومه توصل. جبت طبعا البيتي فور بتاعي وابتديت اقلبه ودي اسهل طريقه تشكلي بيها البيتي فور وما ياخدش معاكي وقت ولا مجهود. بما اني كان النور قاطع فكان يعني استعجال وكمان كنت عايزه اخلص بصراحه فصورت بالوضع ده. قلبت البيتي فور زي ما شفتيه وحطيت عليه شوكولاته بقى على حسب اللون والكميه اللي انت عايزاها وابتديت اقفل عليها بواحده بيتي فورايه تانية. بسكوت هايش قوي قوي جربوا الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا. بعد ما لزقت البسكوتين في بعض طبعا على ورقة زبدة ابتديت اغطس البيتي فورايا وارجعها تاني على ورقة الزبدة وكذلك كملت بقية الكمية سواء بقى بالفانيليا او بالشوكولاتة او بحشو. بحشو لو حابة عندك فراولة صوص فراولة او صوص تين او اللي هي مربى او الصوصات اللي جاهزة اللي بتيجي من عند الحلواني مفيش فيها اي مشكلة. اهم حاجة طريقة البيتي فور كانت بصراحة بسيطة وسهلة وما اخدتش وقت ومجهود. لو مش عندك عجان ممكن تعمليه بالمضرب السلك لحد ما توصلي للقوام ده القوام بتاع الزبدة او السمنة والسكر يعلوا معاكي ويعملوا فوم عالي. لو مش متاح ممكن تعملي بالمضرب الكهربي مفيش فيها اي مشكلة. اي اداة عندك لو مفيش كل ده ممكن تعمليه بايديكي وبرضه هيطلع يعمل نفس الفوم وهيعلى معاكي لمجرد ان انتي تخلطيهم ببعض بس هيتعبك شويتين. انا طبعا هنا شكلت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك الكيلو او الاتنين كيلو تقريبا رموا 4 كيلو من البيتي فور يعتبر سادة من غير اي تشكيل. تخيلي بقى بعد التشكيل او بعد التزويق او بعد كمية الشوكولاتات اللي بتتحط بيوزن قد ايه. حاجة كده منتهى الفخامة تزويق بسيط وكمان عملتي كمية كبيرة جدا جدا من البيتي فور بأقل تكاليف. يعني بما ان الدنيا دلوقتي بقيت غلا ومش مستحملة اي مصاريف زيادة وممكن كمان لو ما كنتش عرفتي الوصفة دي او وصفات البيتي فور ما كنتش اشتريتيه لغلو الاسعار. عملناه في البيت بمنتهى البساطة وكمان ما اخدش معانا وقت ولا مجهود وكمان توفير سواء بقى عملتيه بتزويق شوكولاتات او حتى مربى. المهم ان انتي عملتي الوصفة بمنتهى السهولة. انا هنا زينته بشوية شوكولاتة وحطيت سبرينكل وكمان جبت واحدتين اوريو بسكوت الاوريو من بره وابتديت اكسر فيه وازوق بيه اللي عاملاه بالشوكولاتة البيضاء. طبعا كان شكله حلو جدا جدا حاجة اخر فخامة وفي نفس الوقت حاجة عاملاها بايديكي. تعالي بقى هنكسر واحدة كده ونشوف دوبانه. عايزة اقولك ان هو كان بيتكسر معايا وانا لمجرد ان انا بطلعه من على الصاج علشان احط غيره كان بيدايب جدا جدا وبيتكسر معايا. فالبيتي فور ما تشيلهوش وهو سخن على الاقل خالص يهدى وتبتدي تشيليه بالراحة خالص وتحطيه بقى في اي علبة مقفولة لحد طبعا ميعاد التزويق بتاعه. هيقعد معاكي سنة عادي في الفريزر مفيش فيها اي مشكلة. هش جدا ودايب ومش مستحمل. لحد هنا الفيديو بتاعي كان خلاص. لو الفيديو بتاعك عجبك ما تنسيش تحط اللايك وتشترك في القناة. اصيبك في حفظ الله ورعايته. كان معاكم اسماء. السلام عليكم ورحمة الله.